كتير من الناس بيبقى متخيل ان اهمية المساعد ان انت تبقى راكب عربية مريحة، وان ما يبقاش فيه صوت تخبيط في العربية من تحت. والقصة هنا في تغيير المساعدين او الاهتمام بتغييرها ابعد بكتير عن الراحة اقل جزء في الموضوع، وده اللي هوضحه لكم في الفيديو ده. ان تغيير المساعدين في الوقت المناسب حاجة ممكن تمس امانك الشخصي، وممكن تعرض حياتك لا قدر الله للخطر. مثلث الأمان في العربية هي المساعدين، الإطارات، الفرامل. لو الثلاث حاجات دول مظبوطين يبقى أنت حافظت على أمان العربية بتاعتك بشكل كبير جدا. واللي هنتكلم عنه النهاردة جزئية المساعدين اللي المفروض تكشف عليها على الأقل كل 20,000 كيلومتر. أول حاجة هكلمك عنها التحكم والتوجيه في العربية. عربية بدون توجيه وتحكم مظبوط عربية أمانها صفر تقريبا. في المثال اللي قدامنا ده هنشوف عربية ماشية في مسار زجزاجي. العربية اللي على اليمين عمر المساعد فيها 50%، والعربية اللي على الشمال عمر المساعد فيها 100% أو جديد. زي ما احنا شايفين كده العربية اللي على اليمين عمالة تتمرجح والتوجيه فيها ضعيف جدا، على عكس العربية اللي في الشمال قادرة تاخد المسار الزجزاجي بشكل أفضل بكتير. زي ما احنا شايفين في الفيديو كده دي العربية السليمة مشيت في المسار الزجزاجي بأقل زاوية انحراف، على عكس العربية المساعد فيها عمره قرب ينتهي، بتتطوح يمين وشمال والتوجيه فيها كان صعب جدا، وده راجع لعمر المساعد. الحاجة التانية اللي ممكن ما تكونش تتخيلها ان عمر المساعد وسلامته مرتبط بقوة الفرامل بتاعة العربية. فرامل العربية بيأثر عليها حاجات كتير جدا، وممكن تكون قايم بالصيانات بتاعتها بشكل تمام جدا، بس لو انت مهمل في عمر المساعد او في تغييره في الوقت المناسب ده بيأثر بشكل كبير جدا على قوة الفرامل. زي ما احنا شايفين كده العربية الرمادي بتقف في مسافة أبعد بكتير من العربية البيضاء، والفرق ما بين قوة الفرامل من دي ودي ممكن يؤدي لا قدر الله لحوادث، وممكن يأثر على سلامتك انت وسلامة الناس حواليك كمان. فعشان كده زي ما قلت لك عمر المساعد مش مرتبط بالراحة بس، مرتبط كمان بالأمان بشكل كبير. الحاجة اللي بعد كده ان المساعد مسؤول بشكل كبير جدا عن ثبات العربية كمان. لما نشوف المثالين اللي قدامنا ده العربية الرمادي برضو بالمساعد اللي اقل عمرا في المنحنيات الخطرة اللي زي كده البادي رول بتاعها بيزيد جدا، وبيؤدي الى ان ثبات العربية بيقل بشكل كبير. وزي ما احنا شايفين كده الضغط كله بيبقى على الكاوتش، والاهتزازات والضغط اللي على الكاوتش دول بيخلوا ثبات العربية ضعيف، وبيخلي توجيهك وقيادتك للعربية صعب جدا، وده ممكن يؤدي لا قدر الله لانقلاب العربية تماما. فهل متخيل معايا ان امانك وثبات العربية وتوجيهها مرتبط بجزئية مهمة ممكن تكون انت مهملها زي المساعدين؟ الحاجة التانية اللي كتير بنتعرض لها اثناء القيادة ان انت تمر بعربيات كبيرة زي العربيات النقل اللي بتولد فرق ضغط بين عربيتك والعربية النقل، بينتج عنه ازاحة لعربيتك على جانب الطريق. الازاحة دي ممكن تزيد بشكل كبير جدا في حالة المساعد اللي مش سليم، وممكن لا قدر الله تؤدي لحوادث، لان انت بمنتهى البساطة ممكن تخبط في عربية جنبك او ممكن تخبط بالسور الفاصل في الطريق، لان عربيتك طول الوقت بتتمرجح وبتتطوح ومش قادره تثبت مسارها. وزي برضو ما احنا شايفين كده الفرق بين العربيه اللي فيها مساعد سليم والعربيه اللي فيها مساعد تعبان. الحاجه اللي كمان ممكن ما تكونش متخيلها خالص ان المساعد ليه علاقه بكفاءه الاضاءه بتاعتك على الطريق، لان بمنتهى البساطه عربيتك طول ما عماله تتمرجح وتطلع وتنزل الاضاءه بتاعتك هي كمان عماله تتمرجح وتطلع وتنزل، وبالتالي بتاثر لقوه كشفك للطريق قدامك، وكمان بتأثر على اللي سايق في الناحية المقابلة ليك، لأن بمنتهى البساطة الإضاءة بتاعتك ممكن تعميه، وفي الحالة دي ممكن ده يؤدي لحوادث، لأنه ممكن يسبب إن العربية اللي قدامك تخبط فيك مباشرة لأنه ببساطة مش قادر يشوفك. الحاجة كمان اللي احنا كلنا عارفينها واللي أنا مرضتش أبتدي بيها الفيديو وهي الراحة. خليتها ليه في الآخر؟ لأن راحتك مقارنة بأمانك هي أقل حاجة ممكن نفكر فيها، ولكن من ضمن الحاجات اللي بيأثر عليها المساعد بشكل كبير طبعا راحتك الشخصيه جوه العربيه لما بتعدي على مطبات المساعد وظيفته ان هو يمتص المطبات دي وما يحسسكش بيها جوه العربيه، على عكس العربيه لما يكون المساعد بتاعها مش سليم بتبقى قاعد جوه خلاط وقاعد تتمخبط جوه العربيه من الاهتزازات اللي واصله لك من كل حفره ومن كل نقره جوه الطريق. زي ما احنا شايفين كده الناحيه اليمين ده المساعد السليم في طريق مكسر جدا، مع ذلك الاهتزازات اللي جوه العربيه مقبوله بشكل كبير، على عكس الناحيه الشمال تحس ان الناس عباره عن بيت جوه خلاط عمالين يتضربوا جواه. فطبعا من ضمن الحاجات اللي بيأثر عليها المساعد الراحة اللي داخل العربية. فتغيير المساعد مش رفاهية ومش حاجة ممكن تهملها، وأول ما تحس إن في أي عرض من الأعراض اللي أنا قلت لك عليها دي لازم تكشف عليه أو تغيره فورا. وهختم بالفيديو اللي قدامك ده اللي نظمت عليه الناحية اللي اليمين فيه مساعد جديد والناحية الشمال مساعد قديم. العربية بتمشي على سرعة 51 كيلومتر بس. شايفين الناحية الشمال قد إيه الاهتزازات فيها كبيرة جدا،
اللي انا قلت لك بتأثر على حاجات كتير مش هعيدها لك تاني. انا بس بوريك الاختلاف في حالة ان انت اهملت تغيير المساعد، عشان كده لازم تغيره في ميعاده. في نهاية الفيديو بقى خليني اسألك، امتى اخر مرة كشفت على المساعدين بتوعك؟ وهل كنت ممكن تتخيل ان المساعد مسؤول عن كل الحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو دي ولا لا؟